المشاركه في الموسم الحالي؟ والله انت طب انا اسالك سؤال بسيط. اتفضل. انت هذا الاتحاد قال قبل كده قرار وطلع صح والغلط بيطلع صح والصح بيطلع غلط. نعم. يعني ما فيش حاجه بيقولها صح. وما فيش حاجه. هات لي موضوع ريعو دوت ما خلصوش لسه على الاتحاد. ما حدش قال المصيبه السوداء اللي هم عاملينها على الفرقه اللي هتنزل وهتطلع. واحد لاعب هو موقوف. زي موضوع الحرس برضه موضوع احمد عيد. قال له الحرس روح العب انت ده في الاب سنه. يعني هو كلام نظامكم ايه؟ عندنا دي انزل بس الملعب انت وما يهمكش. وريعو انزل بس الملعب ما انت دفعت خلاص الفلوس الكيلو وهنخلصها لك انت. ما فيش حاجه اسمها رسميه ومفيش حاجه خالص بتتعمل صح. في حاجه بتتعمل صح شفتها بتتعمل في طالعه من الاتحاد صح قبل كده؟ يعني اصل هم بيقولوا دوت مفيش ثقه. انا بقول لك مفيش اي كلام ثقه ممكن تاخده من الناس دي. يعني هو ناس اهم حاجه ادام ضد نادي الزمالك وادام ضد حسام ابراهيم لازم تبقى كلها تبقى عكسيه. نعم. قلنا لهم يمين اقول لك شمال. نعم. راجل انت دلوقتي احنا بنتكلم بالعقل كده. الناس اللي هي الفيفا الناس المحترمين دول بيتعاملوا ازاي؟ بيتعاملوا بادميه مع الناس. نعم. لما يجي لعيب يتفسخ عقده اللعيب ده اعاره. تمام؟ نعم. عمرو زكي ده اعاره نادي الزمالك لنادي هلسن صح؟ نعم. تمام؟ اللعيب ده اتفسخ عقده يبقى يلعب في الشارع؟ يعني زي ما مثلا موضوع عمرو عصام الحضري مثلا. في قضيه شغاله، هل عصام الحضري يقعد في البيت 4 سنين ولا حسب ما هم ماشيينها القضيه بتاعته ماشيينها بمزاجهم عشان يلعب بطولات افريقيا بمزاجهم لما كل يوم مزاج بيعملوا حاجه بيعملوها. يعني عمرو زكي قصدي عصام الحضري. نعم. عصام الحضري يقعد في البيت 4 سنين يا حماده؟ يقعد 4 سنين لحد القضيه ما يفصلوا فيها؟ لا طبعا لا طبعا. لما حصلت بتاع ستراسبورج والاسماعيلي والاهلي. وحسني لعب عادي. قعد في البيت؟ لا ما قعدش. في البيت؟ طب كابتن يا حبيبي روح. ما انا بقول لك الناس دي. طب انتوا رد فعل الزمالك ايه في حاله ان اتحاد الكوره رفض مشاركه عمرو زكي؟ والله احنا دلوقتي ورقنا والفسخ العقد اتعمل وعمرو مضى عليه والنادي هال سيتي مضى عليه وبيتبعت الجواب بتاعته وهتنزل على السيستم ان الراجل ده مفسوخ عقده. الراجل دوت مجرد ان الفسخ عقده يبقى البطاقه بتاعتك بتجيلك بطاقه بتاعت عمرو بترجع لك تاني يبقى من حقك ان يلعب. فهم طلع واحد مفتي برضه كان معاك برضه امبارح. المفتي ده شغال مفتي. يعني كل هي العمليه اي واحد هيمشي يفتي دلوقتي. يعني ما بيسابوش الرياضه بيفتوا، في الدين بيفتوا، في الحرب بيفتوا، في السياسه بيفتوا. فانا يعني بس كابتن بيومي بيتكلم باللوائح يا كابتن ابراهيم. بيتكلم بالبنود واللوائح. ما هو اتكلم قبل كده في حاجات طلعت غلط كلها. زي ايه يا كابتن؟ ما حاجات كتيره طلعت عندك غلط وقال لك انا اسف. كان ساعتها حاجه للاهلي لو تفتكر. لا هو وقتها عشان برضو الرؤيه تتضح قال لو محمد طلعت كان وقتها قصه محمد طلعت لا مهاجم النادي الاهلي قال لو كان سافر دبي كهاوي لا يحق له العوده للاهلي لما اتاكد ان اللاعب كان محترف في اهل دبي. قبلها قال ايه؟ قبل ما اتاكد يعني قبل ما اتاكد بيقول برضه وقال قبل ما اتاكد ان لا يصح وبعد كده قال لك انا اسف واعتذرت. فهو ما فيش حد بيتكلم بمصداقيه. مفيش حد بيتكلم. بس الكابتن مجدي قال طبقا للائحه الفيفا ليس من حق عمرو زكي المشاركه. لائحه الفيفا ما احنا الموضوع جد قال لك القصه بتاع البند عندنا البند بتاعنا ناقص اللي هو لازم تخسر النادي بتاعك قبلها ب6 شهور او تخسر لما يكون لعيب مفروض تمام او عقده خلصان. يعني قال لك اصل احنا عندنا اللائحه دي مش في اللائحه عندنا مش موجوده في اللائحه بتاع الفيفا بس. تمام. احنا انت بالظبط احنا اللوائح عندنا اصل ولازم. طب كابتن ابراهيم هل الزمالك هيكون له رد فعل عنيف في حاله رفض قيد؟ احنا ورا عندنا بنتحرك حركات سليمه بيجي لنا الفسخ العادي وعدناه مضى امبارح عمرو زكي قدامي الورق المبعوث من هال سيتي بيترد تاني الناس بتمضي بيتبعت البطاقه الدوليه او الشهاده الدوليه على راي الراجل اللي كان عندك بتنزل على السيستم ان الراجل دوت بطاقه بترجع لنادي الزمالك. تمام وبعدين الراجل ده اعاره. هفكرك بواقع انت هتعتبروه زي فسخ تعاقد مش انتهاء فتره اعاره. مش انتهاء ده فسخ والناس ماضيين ده فسخ التعاقد. ربما هذا يختلف لان برضه ربما الفسخ يختلف. انا ما اعرفش هنحاول نتكلم برضه الورق اللي ممضي واللي جاي من هال سيتي واللي جاي واللي مضى عليه عمرو زكي فسخ عقد. هنحاول نتكلم برضه كابتن بيومي لان واقع اسمعني بس واقع زي بتاع حسام لما راح العين لما كان مع النادي الاهلي العين 3 شهور. حسام لعب في الشارع ولا رجع على النادي الاهلي؟ رجع على النادي الاهلي. طب امال ايه طيب؟ هو بص انت كل حاجه بتتنظم في المنظومه اللي عندك في الكوره دلوقتي حسب الهوا كل واحد موجود. تمام يعني اللي فهمه ان الزمالك هيكون له رد فعل قوي في حاله طبعا هم مش اي حاجه يعملوها ينظموا الكوره صح
ويشوفوا التحكيم صح ويشوفوا الحياه ماشيه ازاي، بدل ما هم عمالين يقلبوا كل شويه. طب موضوع جده يا كابتن ابراهيم بدا يتفتح تاني، شفنا تصريحات مؤخرا ان جده يعني بدات العلاقات تعود بين الزمالك او بينك انت شخصيا وبين جده، الامور بدات تسير ان جده ربما يلعب للزمالك في الموسم المقبل. حقيقه هذا الكلام؟ لا، ما فيش اتصال بيه خالص، ما فيش اتصالات ولا اي حد من الجهاز. هو طبعا بالتالي انا ما فيش حد من الجهاز بيتكلم، اي كلام بيبقى معايا، وما فيش اي اتصالات حتى مجلس الاداره. عرفنا ان محمود فتح الله بيتوسط في اذابه هذا الموضوع. ممكن دي لعيبه بقى مع بعضيها، وان هو قال لفتح الله ان كان في ضغوط عليه من الاتحاد، لكن هو يا ريت انه يلعب في الزمالك الموسم المقبل. ممكن يكون حصل دي روح كويسه ما بين اللعيبه والزمالك مع بعض في المنتخب، وفتح الله نفسه جده يبقى موجود في نادي الزمالك. انا مش ممانع، انا كجهاز وكنادي الزمالك مش مانعين ان جده يبقى موجود، لان احنا اصلا اتعاقدنا معاه عشان نجيبه نادي الزمالك. بس احنا اللي زعلنا منه اللي هو لما ابتدى الكلام بتاعه يبقى متضارب ومتردد وبتاع. لكن ما فيش جديد في القصه في القضيه حتى الان. لا، هو انا بكرر هو برضه تاني عشان الكلام يبقى واضح. نعم. لو جده راجل عنده الاستعداد يلعب في نادي الزمالك، نادي الزمالك بيرحب بيه وجمهور نادي الزمالك وزمايله بيرحبوا بيه الجهاز. لو هو هيعمل عكس الكلام اللي عمله قبل كده، فطبعا احنا اللعيب اللي مش عايز يجي واللي بيلاوع وبيماطل احنا مش عايزينه. انما لو هو حابب وهيلعب بقلب وبروح مع نادي الزمالك ويقر ان هو كل الحاجات دي عملها وهو كان بيقص وسعيد، يبقى احنا هنشيله فوق دماغنا. تمام. انما ما حصلش اي اتصال ولا اي تفاوض ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده اعاره، والقصص الوهميه اللي بتحصل دي كل ده كلام ملوش اي اساس. مشكله هاني سعيد انتهت ولا لسه مستمره؟ هاني نزل الماتش الودي مع قصاد ترسانة في اعتزال مؤمن عبد الغفار، وهاني منتظم في التمرين وكل حاجه الحمد لله. محمد عبد المنصف لسه مصر على الرحيل ولا الامور بتسير؟ المنصف بيتمرن، ما فتحش معاه الموضوع ده خالص من ساعه ما جينا نادي الزمالك، من اول ما مسكنا واتقفل الموضوع على كده وانتظم في التمرين. لسه نهايه الموسم لو عايز يتكلم معايا تمام كده هيتكلم ونشوف نحسم الموضوع. طب انما احنا متمسكين مع عبد المنصف. تمام. كابتن ابراهيم خليك معايا عشان انا دلوقتي معايا على الهاتف كابتن محمد بيومي، وبعد ما انت قلت لنا موضوع فسخ التعاقد، موضوع فسخ التعاقد ربما انه يخلف او يبقى ليه شكل قانوني اخر. كابتن بيومي مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ شباب. كابتن بيومي، انت امبارح كنت قلت من الصعب ان او المستحيل ان عمرو زكي يؤدي مع الزمالك باقي مباريات الموسم، والكابتن مجدي عبد الغني قال ان لوائح الفيفا بتمنعه، لكن قال في نفس الوقت لو في فسخ تعاقد بين عمرو زكي وهال سيتي، وده باكده الكابتن ابراهيم حسن دلوقتي معايا على الهاتف ان الموضوع فسخ تعاقد، وبالتالي يحق لعمرو زكي ان يقيد في اي وقت وليس في وقت القيد الرسمي. لا، ده مش صحيح. فسخ تعاقد او اعاره كويس، ده لاعب هينتقل من نادي الى اخر. نعم. من نادي انجليزي الى نادي مصري. نعم. تمام. نعم. لازم يسجل خلال فتره القيد والتسجيل. نعم. فتره القيد والتسجيل الاخيره انتهت في يناير. نعم. دي لوائح الفيفا. طب الماده 6 من لوائح الفيفا. طب كابتن بيومي، افرض اللاعب راح اعاره مثلا في يناير، تمام، حصل مشكله في فبراير مثلا، تمام، وقام بفسخ التعاقد، هل اللاعب يقعد في بيته يقعد. حد قال له يفسخ التعاقد، حد قال له ما يلتزمش. افرض النادي الثاني مش ملتزم بالحقوق الماديه مثلا، النادي الثاني غصب عنه يدفع حقوق اللاعب الماليه كامله لغايه انتهاء فتره الاعاره. اما في التعاقد ممكن يكون في فتره اختار شهرين، اما في الاعاره النادي المنتقل اليه اللاعب ملتزم بحقوق اللاعب الماليه كامله وما يقدرش. يعني انت مصمم ان عمرو زكي لا يحق له مشاركه مع الزمالك سواء اعاره او انتقال او انهاء تعاقد. انا قلت لك الاستثنائين الاثنين. الاستثناء الاول ان لاعب عقده انتهى بعد انتهاء فتره القيد وكان في مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك مثلا، فبيجي نادي الزمالك خلال شهر يحجز له مكان فتره القيد. يتقدم بخطاب الى الاتحاد المصري يقول لهم والله احنا بصدد التفاوض مع عمرو زكي، وحال انتهاء المفاوضات سوف نقوم بتسجيله. ولدينا مكان. الحاله الثانيه ان يتحول عمرو زكي الى لاعب هاوي. وده مستحيل. كابتن ابراهيم حسن، هل لك تعليق؟ طب ايمن عبد العزيز لما مفسوخ عقد بتاعه ازاي رجع تاني الزمالك؟ وازاي حسام لعب مع النادي الاهلي بعد 3 شهور في العين؟ وازاي بنجوره الاخ بنجوره بتاع كونغو دوت معروض وكان مفسوخ عقده والفيفا قالت من حقه ان هو يروح يلعب في اي حته عشان العقد بتاعه اتفسخ ومشاكل مع النادي بتاعه. نعم. وايمن زي ما بقول لك ايمن عزيز عشان خاطر الفلوس بتاعته المستحقات ومن حقه انه يلعب. ايه رايك؟ ايه رايك كابتن بيومي؟ بقى لما لعب مع النادي الاهلي باطل
لما